حاسة إن شخصيتك ضعيفة؟ كل كلمة بتوجعك؟ بتحسي إن الناس كلها ضدك؟ تعالي أقولك علامات الشخصية الضعيفة وإزاي تبني شخصية قوية مفيش حاجة تقدر تهزها. الشخصية الضعيفة كل كلمة بتفسرها كأنها هجوم شخصي، أي حد بيقول أي حاجة بتفكر إن هي عليها، بتحسي إنك محتاجة تبرري كل قرار بتاخديه، كأنك بتستني موافقة من اللي قدامك إنه يقولك أنتي صح كملي أو أنتي غلط إيه اللي بتعمليه ده. بتستنزفي طاقتك في كل خلاف أو أي حد يستفزك فتفضلي تردي. أي موقف بسيط بيأثر على ثقتك بنفسك. بتتأثري جدا لو حد انتقدك. بترتبكي في الكلام والتجمعات وما بتعرفيش تواجهي. ساعات ممكن تتقبلي الإهانة وتسكتي، تكوني مادة السخرية للقعدة وما بتعرفيش تردي ولا تتصرفي. بتحسي بإحباط وساعات تحبي تبقي معزولة لوحدك ومش مؤمنة بقدراتك. مش بتعرفي تاخدي مساحتك ولا وقتك. أي واحدة صاحبتك ممكن تكلمك في أي وقت حتى لو انتي مش قادرة، مش بتعرفي تقولي لها ان انتي مش قادرة دلوقتي. دايما وانتي بتتكلمي بتبقي مرتبكة وبتفكري الناس هتحكم عليكي ازاي. بتراوغي أو بتعملي مكايد بدل ما تعبري بصراحة عن مشاعرك. كل العلامات دي بتقول إن شخصيتك أو شخصيتك ضعيفة. طب إزاي تبني شخصية قوية مفيش أي حاجة ممكن تهزها؟ أول حاجة اعرفي قيمتك، مش كل كلمة بتتقال عنك هي حقيقتك. وحتى لو حد بيتكلم عنك إيه المشكلة؟ دي وجهة نظره هو، مش كل خلاف محتاج رد أو نقاش. وقفي التبرير، قراراتك مسؤوليتك، مش محتاجة إن حد تبرري له يوافق على قرارك أو لأ. حطي حدود واضحة وصريحة، ما تسمحيش لنفسك تكوني مادة للسخرية في أي قعدة. والمكالمات لما تجيلك مكالمة وانتي مش قادرة عادي جدا قولي أنا مش قادرة أتكلم دلوقتي. السكوت أحيانا بيكون قوة، مش لازم تثبتي نفسك لحد. اتحكمي في رد فعلك، ردي بهدوء مش بانفعال. طوري دايما من شخصيتك. الشخصية القوية تشتغل على نفسها وبتطورها باستمرار. عبري عن مشاعرك. القوي بيعرف يعبر عادي، مش محتاج يلف ويدور ويراوغ. الشخصية القوية مش معناها محدش يقربلك. الشخصية القوية معناها انك عارفة نفسك، عارفة قيمتك وحدودك، وبتختاري ازاي تردي وتعيشي بثقة وسلام. القوة الحقيقية جواكي، اختاري تظهريها.